السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض مكرونة باللحمة على الطريقة الصينية. حاجة كده طعمها جميلة قوي، اكلة خفيفة كده وسريعة جدا. وقت ما نكون عايزين ناكل في اي وقت نعملها، ما بتاخدش مننا وقت ولا بتاخد مننا مجهود. تعالوا اقول لكم بنعملها ازاي، بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك وفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديدة بتاعتنا. يلا بينا. عندنا اللحمة بتاعتنا مقطعينها زي الشاورما بالظبط، وعندنا جزر مبشور، وعندنا كرنب متقطع حلقات صغيرة، وعندنا فلفل رومي وفلفل حراق. والبهارات بتاعتنا بقى كركم وكاري وبابريكا وملح وفلفل والصويا صوص. هنجيب طاسة على النار ونحط فيها شوية من الزيت ونسيبهم لحد لما يسخنوا شوية. بعد كده هننزل عليهم اللحمة بتاعتنا، هنفردها كده ونسيبها لحد لما لونها يتغير. واول ما لونها يتغير بالشكل ده هنبدأ نحط التوابل او البهارات بتاعتنا اللي هي الكركم والكاري والبابريكا والملح والفلفل. عايز اقول لكم ان الوصفة دي من اجمل الوصفات السريعة اللي ممكن تعملوها. حاجة ما بتاخدش وقت خالص فعلا، وطعمها جميل جدا. البهارات بقى احنا ما بنزودش بهارات كتير او نحط انواع كتير عشان خاطر نحس بطعم اللحمة، تبقى طعمها كده باين، طعمها حلو ومش مليانة اطعمة كتير. اول ما اللحمة بقى لونها يبدأ يغمق كده هننزل بالفلفل الرومي والفلفل الحامي، هنديلهم تقليبة. وبعد كده هننزل الجزر المبشور والكرنب اللي احنا قطعناه وهنديهم تقليبة. وفي الاخر هنحط عليهم كام رشة كده او معلقة، يعني معلقة كبيرة من الصويا صوص، ونديها تقليبة أخيرة. وكده يبقى احنا خلصنا اللحمة. المكرونة بقى هنسلق مكرونة عادي جدا. اللي يفضل ان هي تبقى المكرونة الاسباجيتي، تبقى طعمها حلو، او المكرونة اللي هي الشرايط العريضة. هنحط عليها اللحمة اللي عملناها ونقلبهم في بعض. وكده يبقى احنا خلصنا الوصفة بتاعتنا. هنديها بس في الاخر رشة سمسم، وكده يبقى كله تمام.